المنتخب التونسي الكلهم ياخذوا 0/10 اليوم. هي نسخة رديئة ورديئة جدا، لا أكثر ولا أقل. ما نبداوش نخرجوا في المسؤولية بالواحد الكلهم ياخذوا 0/10 اليوم، لا أكثر ولا أقل. هذا من ناحية أخرى أنتم اللاعبين تاع المنتخب، اللاعبين تاع المنتخب نتاعنا تلوموا في الجمهور كيفاه ما يجيش. اليوم لعبتوا ب45,000 متفرج أكثر من رادس. ماذا قدمتم؟ تكونوا في الحدث ولا في حجم الحدث، ولم تكونوا في حجم هذا الجمهور العزيز. انتم يلزمكم معناه تقدموا وتقعدوا ايامات وايامات وانتم تعتذروا من هذا الجمهور العزيز، ومش تلقاوا هذا الجمهور. دونك عايشكم فضلكم. تونس كانت رديئه، مش تونس، المنتخب التونسي صحيح. كان رديء جدا واذا تونس قامت بهذه الاخطاء فان المنتخب هو اللي لزم باش تعمل هذه الاخطاء. كيف نشوف الملاعبيه تبكي وهي خاسره النبردين، نقول ما حسوا كيفنا هذوكم الاولاد. شوف وقت اللي نكونوا مع بعضنا رانا باش ننجحوا مع بعضنا، وقت اللي باش الاخفاق باش يكون جماعي زاد كيف وقت اللي انت في البريود هذه ماكش في التوب دو فورم نتاعك، يلزمنا احنا زاد كاولاد نكونوا معاك كفريق كامل وكزملاء. وراهو خلينا نقولوا مش دحمان صحيح يتحمل مسؤوليه نتاع 50% زاد من الحاجات اللي قاعده تصير في المنتخب، لكن حتى الدفاع حتى طالبي كيف زاد إلي طون زاد طالبي نشوفوه نتاع لوريون الكابيتين نتاع لوريون اللي قاعد يدافع على الوان لوريون كيف ماهوش الحقيقه ماهوش الطالبي اللي قاعدين نشوفوا فيه في البطوله الفرنسيه، واللي المردود اللي قاعد يقدم فيه نورمالمون الاولاد الكل مع بعضهم في المباراه هذه. حاجه باهيه راهي لومبيونس. شوف قبل وقت اللي كانوا لي بي ناسيونو كنا نقولوا فما دي كلون، معناها فما لي كلون تاع لي بي ناسيونو، فما لي كلون تاع توانسه اللي في تونس. توا تحس انه الناس الكل لحمه واحده، معناها الاولاد الكل مع بعضهم، وخاصه فما بوان دو روبير في الزوز هما فما حنبال وفما سليتي اللي هما تحسهم يجمعوا ما بين الزوز، واللي هما يجمعوا معهم كيف نادر غندري. هما من الملاعبين اللي مشاو لأيمن دحمان من الزوز هذول. قلت انت تحت ولا ما عندها المعلومه. لا ولا ما عندي ولا عندي لا المنتخب ما عنديش عليه معلومات حاجه اخرى. لا محليا في تونس المنتخب بعيد عليه شويه سكر محلي. خلينا هكا المنتخب خليه هكاك نحبوا هكاك من بعيد خاطر وقت اللي نحب نقول كلمه نتاعي بصراحه يلزم نقول كلمه نتاعي بصراحه. فوالا هذا ان شاء الله نكونوا. نذكر عندنا سونداج في الناس اللي تتبع فينا ومشكورين الحقيقه، ارقام ممتازه جدا اليوم في المتابعه، برشا قاعدين يتبعوا، دونك برشا قاعدين يعيشوا على واقع المباراه. قالوا طارق ذيم على قناه الحوار التونسي مع صديقنا عادل بوهليل في علاقه بمدرب المنتخب الوطني، واللي قالوا قبل من نقد كان نجموا نعتبروه زاد نقد في علاقه بمدرب المنتخب. هو فما نقد وفما الانتقاد. النقد هو تعتبر معناها تاخو حاجات علمية، تاخو معناها يكون النقد يمشي للقلب الحكاية. اما الانتقاد هو كما قال طارق شخص معناها تشخصن المقاربه نتاعك الانتقاد، ولكن اعتذر هو شاف واعتذر. الاعتذار ديما باهي، ديما من شيم الناس اللي عندهم معناها قدر ونسمعوهم. هو جو بونس اللي بعد ما قال الكلمه هذيك وراء اللي زيفي نتاعها والاثر نتاعها على المدرب على اللاعبين على نحن كمتفرجين، خاطر طارق نحن ديما نقدروه ديما نسمعوه ديما نعطيوه وذنا. دونك نحن استغربنا زاده من كلام طارق، وهو اعتذر خاطر راه لي في نتاع الحكايه هذيا. لكن راهو اسمع كي تبدا كي نبداو نحن في حاجه صعيبه، في حاجه ما هيش العباد الالسن تتسرح بالضبط، ولكن المهم انه نرجعوا بالضبط، ولكن المهم كونه نرجعوا وكونه نعتذروا وكونه نفيقوا اللي نحن اثرنا على ولا وجعنا السيد اللي انتقدنا. هذا هو طرق
هو شوف من الخاص الى العام، من تصريح طارق ذياب على المدرب سامي الطرابلسي في خصوصيه التصريح والاعتذار الى العام عامه، وهو تحليل الاداء الفني لمدرب والا الى لاعب. انت اليوم في دور المحلل او الناقد او الاعلامي او الصحافي، سمي في ذلك ما تشاء، ثم فرق بين الشخص وبين الصفه. انت تنقد في الصفه، انت تنتقد في الصفه اللي هي صفه المدرب او صفه اللاعب. شنو باش تنتقد فيها؟ ماكش باش تنتقد فيها الشكل او الاصل او الجهه، او باش تنتقد فيها الكفاءه الفنيه، الرؤيه الفنيه، صحيح ولا غلط، تشكيله صحيحه ولا غلطه، تغيير صحيح ولا غلط، اداء صحيح ولا غلط، العب كما يلزم ولا ما يلزمش. هذا اللي يدخل الصفه اللاعب او المدرب، الصفه تنتقد. لكن اللي هو شكونه الانسان، عائلته، اهله، ناسه، جهته، منين، هذيك حاجات ما نمسوش بها وما ندخلوش فيها وما تكونش محل لا نقد لا اشاده لا لا لانه هذاك الانسان. انت صيفته الجلباب اللي لبسه اوتون كان انترونور ولا جوور هو اللي يعطيك مساحه النقد الفني او التكتيكي او الذهني او كذا. حتى طارق ذياب الحقيقه قال الكلام اللي لازم يتقال في الاعتذار نتاعو، وقت اللي قال دخلت الكلام اللي قاله تو في الباساج نتاعو حاتم، قال دخلت المنطقه مش نتاعي. المنطقه نتاعو انه هو النقد الفني، وقال راني ما زلت باش ننتقد وننقد الاداء الفني للناخب الوطني المنتخب، وذلك حق طارق ذياب وحق المحللين الفنيين وحق النقاد الرياضيين. وبالتالي المنطقه اللي ما هيش منطقتنا الكل هي منطقه الانسان اللي ما تدخلش في تحليل مباراه